أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين من قناة المنتدى المصري بإيطاليا. أنا يارا عرب، مقدمة برنامج طفلك يهمنا. هنتكلم عن مشاكل الأطفال اللي بنواجهها الفترة ديت وخصوصا في إيطاليا، والمشاكل اللي خصوصا لأولياء الأمور، وإزاي يبدأوا يهتموا بأطفالهم، وإزاي يقدروا يتعاملوا معاهم في البيت، وإيه المشاكل اللي بيواجهوها، وإزاي الأم تكتشف إن ابنها عنده مشكلة، وإزاي تقدر تتوجه لدكتور، أو إزاي تقدر تدخل أخصائي تخاطب أو أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي، وإيه المشاكل اللي أولادنا بيواجهوها وإحنا مش مدركين بيها لحد دلوقتي. هنتكلم النهاردة عن إزاي أعرف إن طفلي عنده تخاطب او محتاج تخاطب، او ايه المشاكل اللي بتواجهه، واعرف من خلالها ان الطفل ده فعلا محتاج ان هو يتعرض على دكتور او اخصائي تخاطب يشخص حالته، وابدا حاجه اسمها تدخل مبكر، وهي ان اكتشف الطفل في سن صغير. لان طبعا كل ما بكتشفه الطفل في سن صغير بقدر اتعامل مع المشكله اسرع، واقدر احلها بسرعه، وفي نفس الوقت حتى لو هحلها او هتدخل فيها هاهله كويس واهله صح. لما اكتشف طفل وهو صغير احسن ما اكتشف سنه وهو كبير، ساعتها الموضوع بيكون اصعب، وبيكون تاهيل بيكون اصعب، والنتيجه بتبقى اقل، لكن وهو صغير بتبقى النتيجه بتكون اسرع. هنتكلم النهارده ازاي اعرف. طب انا كأم اقدر اعرف ان ابني عنده مشكله؟ انت كأم تقدري ان ابنك عنده مشكله، وتقدري في سن صغير ومن عمر 6 شهور. طب ازاي؟ انا طفلي مثلا خلال مدة 6 شهور أنا بتكلم معاه مش بيسمعني، مش بينتبه لي، باجي أتواصل معاه بصري، مش مدرك أصلا بالواقع. ساعتها في الوقت ده أقدر أتدخل ويتعرض على دكتور، اللي هو هشوف عنده السمع، هل السمع كويس أو هل عنده مشكلة سواء كانت في الادراك او عنده مشكله عصبيه او نفسيه او اي حاجه. هبدا اتدخل في الموضوع واعرف ايه مشكله الطفل. بعدها بقدر اتعرض على اخصائي تخاطب لو كان السمع بتاعه كويس. ازاي هتعرض على اخصائي تخاطب؟ هل اخصائي التخاطب هيساعدني؟ اخصائي التخاطب هيساعدك، اللي هو زي ارشاد اسري. هقدر اوجهك ازاي تتعاملي مع الطفل في المرحله ديت، وازاي تقدري تشتغلي على المشكله عشان تقدري تحليها. لان ممكن يعني ما يكونش بيتواصل او بيتعامل معاكي كتواصل بصري، ساعتها ممكن يكون عنده سبب من اسباب طيف التوحد، وده طبعا هنتكلم عنه في حلقة تانية لوحده وبالتفصيل. بالنسبة اللي هو دلوقتي ان انا اقدر اكتشف المشكلة، ازاي اعرف ان الطفل عنده مشاكل، سواء كانت تشتت او تعديل سلوك او محتاج ان انا اشتغل معاه. عندي مثلا الطفل لما اكتشف عنده مشكله في سن صغير ابدا اتوجه وهو في سن صغير، قلنا عشان تبقى المشكله تتحل بسرعه. لكن كتر ما انا باجل الموضوع او مش مهتميه على طول في البيت وكده، ده بيأثر على الطفل بعدين، وبتكون اكتشاف المشكله في الوقت وهو سنه كبير بيكون الموضوع صعب شوية. لو الطفل عندنا الأطفال طبعا نقدر نعرف الطفل عنده مشكلة في التخاطب أو محتاج تخاطب إمتى، لما يكون العمر الزمني مش زي العمر العقلي. يعني إيه عمر زمني ويعني إيه عمر عقلي؟ هنتكلم العمر الزمني اللي هو عمر الإنسان العادي، يعني عمر كل شخص فينا. أما بالنسبة للعمر العقلي، العمر العقلي إن هو العمر بتاعه مثلا كطفل عنده 4 سنين مش بيقدر يتعامل مع الأطفال اللي في سنه، أو مثلا الأطفال اللي في سنه مش بيقدر يتواصل معاهم كويس، ما عندهوش داتا كويسة مثلا في الكلمات أو التواصل، أو ممكن يكون عنده مشاكل مسببة له تأخر في الكلام. ساعتها بنقدر نتعامل، أو ساعتها بيبقى الطفل فعلا محتاج تخاطب. أما بالنسبة للأطفال، المفروض لو الطفل عنده سنة يكون بيتكلم 50 كلمة، أو عنده 2 سنين المفروض يكون بيكون جملة من 2 كلمة. أما لو كان 3 المفروض يقدر يتكلم جملة من 3 كلمات. غير كده نعرف على طول إن الطفل عنده مشكلة. غير إن هو مثلا لو بناديله طول الوقت أو مش بينتبه لي، ده بندخل في حاجة تانية وهو اسمه ال ADHD، وده هنتكلم عنه في حاجة تانية. دلوقتي ازاي اعرف ان الطفل مثلا عنده مشكله في اللغه؟ عندي طبعا حاجه اسمها ان الطفل بيكون عنده مشكله في اللغه او الكلام، وبيبقى عندي فيه امراض كلام وبيبقى عندي فيه امراض اللغه. عندي امراض الكلام مثلا زي الخنف، ان الطفل اخنف، او مثلا عندي التلعثم اللي هو زي التأتأة، بيجي يتكلم بيبدا تا 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 كده تأتأة.
بكده مشكلته مشكلة التلعثم، او مثلا عنده دفعة في الكلام اللي هو بيتكلم بسرعة مش بياخد نفسه على طول، لا اللي هو عايز يقول حاجة بسرعة كده، هو عنده مرض من امراض الكلام. او عنده اللدغة، لما بيجي يتكلم بيقول مثلا الكاف تاء او السين شين وغيرها من الحروف. اما ده بالنسبه لامراض الكلام. يبقى امراض الكلام عندي الخنفه، عندي دفع الكلام، عندي التلعثم، عندي اللدغه. اما بالنسبه لامراض اللغه عندي حاجتين، وهو تاخر في النمو اللغوي، وعندي حاجه اسمها العي. يعني ايه تاخر في النمو اللغوي؟ تاخر في النمو اللغوي ده بيكون عن طريق ان الطفل مثلا اللي قلنا زي العمر الزمني مش زي العمر العقلي، يعني بيبقى متأخر عن أصحابه في المدرسة، وده بيبقى ليها أسباب طبعا كتيرة هنتكلم عنها في حاجة تانية في حلقة تانية بإذن الله. أما بالنسبة للعي اللي هو الطفل يكون عنده كلمات وبيتكلم كويس ويجي فجأة يحصل أي دروب، كل الحاجات دي بتتنسي. زي ما يكون مثلا مريض مصاب مثلا بجلطة لا قدر الله، بيجي يتكلم أو بعدها بياخد وقت وبينسى كتير عن ما بيستوعب الكلام، ده اسمه العي. وطبعا بشكركم أعزائي المشاهدين من قناة المنتدى المصري من إيطاليا، ولنا لقاء في الحلقة القادمة. الإعداد التوجيه، وبإذن الله أنا هكون متواجدة في تورينو الفترة القادمة، وهيكون ليا مكان هنتكلم عنه، وهقدر أساعد السيدات إن أنا أقدر أوجههم وأكلمهم فيس تو فيس، واللي عندها مشكلة أقدر أساعدها في الموضوع. وغير إن أنا هساعد الأطفال الفترة الجاية. هيكون موقعي أنا في تورينو وفي ميلانو، وهيكون ليا مقر قريب. وطبعا بإذن الله تعالى هيكون في تطور، ونقدر نساعد الأطفال ونقدم كل حاجة هم محتاجينها الفترة الجاية من خلال البرنامج، أو من خلال إن احنا هنتكلم مع بعض. بشكركم أعزائي وطبعا مقر معانا طبعا ماما نونا هتقدر توجهنا، وعن طريق متابعتها في القناة هنقدر نقول لكم ايه اللي المفروض هيتعمل. بشكركم جميعا أعزائي المشاهدين من قناة المنتدى المصري. كان معكم يارا عرب من برنامج طفلك يهمنا. شكرا.